العفاريت المصرية ينتقمون في أبيجان. الحفار أشهر عمليات البحرية في العالم صنع في مصر. احنا انتصرنا سنة 73، لكن اللي ما تعرفوش ان حرب 73 بدأت سنة 68، وان اللي حصل في حرب الاستنزاف من معجزات مفيش اي منطق ممكن يقبله. المنطق الوحيد في الموضوع ده ان اللي قام بالعمليات دي هو جهاز مخابرات عظيم ممكن يتصنف على انه الاول في العالم، هو جهاز مخابرات بلدي. عملية الحفار شاهد اثبات على اللي هنقوله، ولكل بداية نهاية، وفي حكايات بدايتها نهاية. ما تيجوا نشوف ايه الحكاية. حكايتنا النهاردة في حكاية وطن هنستعرض فيها مع بعض عملية الحفار. بدأت عملية الحاج أو الحفار سنة 70. وقتها كان في أخبار بتقول إن إسرائيل على وشك إنها تستخرج البترول من خليج السويس أو الأراضي اللي احتلتها سنة 67. المعلومة اللي جات لمصر بتقول إن اللي هيقوم باستخراج شركة البترول اسمها إني، ودي شركة كبيرة جدا ومن أكبر الشركات اللي شغالة في مجال استخراج البترول. المعلومة قالت كمان إن شركة إني هتستخرج البترول لحساب شركة إسرائيلية اسمها ميديبار، ودي شركة مملوكة ل3 دول مش لإسرائيل بس، وهي أمريكا وإيطاليا وإسرائيل. شركة إني قررت تستخدم حفار مطور اسمه كينجينج، لكن الغريب في الموضوع إن إسرائيل بتخطط لسرقة البترول المصري عين عينك، والعالم كله عامل فيها منها. طب إذا كان العالم كله لا يرى لا يسمع لا يتكلم، يبقى مصر هتمنع سرقة مواردها إزاي؟ الحقيقة ده كان السؤال اللي بيشغل الرئيس المصري وقتها جمال عبد الناصر، وقرر وقتها انه يمنع وصول الحفار الاسرائيلي لخليج السويس. طب هيعمل ده ازاي اذا كانت السفينه العملاقه اللي شايله الحفار رفع العلم الكندي؟ المشكله ان السفينه اللي شايله الحفار ورفع العلم الكندي هتحطنا في مواجهه لو حصل اي غلط، والمواجهه مش هتبقى مع دوله واحده، لا دي هتبقى مع 4 دول. ال3 دول مشتركين في ملكيه ميديبار، ومعاهم كندا اللي بتنقل الحفار. المهمه في التوقيت ده كانت مهمه خطيره جدا، وكانت من نصيب أكفأ الضباط في جهاز المخابرات المصري وقتها، وهو محمد نسيم أو قلب الأسد زي ما اتلقب داخل جهاز المخابرات المصري. نسيم اتكلف بالمهمة بعد ما خرج بيها أمر مباشر من الرئيس جمال عبد الناصر، اللي أمر بتكليفه شخصيا لمنع وصول الحفار للأراضي المصرية بأي ثمن، وتوقيفه في أي نقطة خلال مساره من كندا وفي طريق رأس الرجاء الصالح ولحد خليج السويس. وابتدت المخابرات العامة ترسم خطط لتفجير الحفار عند نقاط مختلفة في أماكن تحركه، وكانت بتحط كل الاحتمالات والأسباب اللي كانت بتخلي عملية التفجير تفشل وما تتمش. لكن أهم حاجة في مخططهم إن التفجير كان يتم بعيد عن البحر الأحمر، وحط نسيم قلب الأسد أكتر من تصور للأماكن اللي يقدر من خلالها ينفذ خطة التفجير، زي ميناء مصاوع السوداني أو ميناء الغردقة المصري وغيرهم من الأماكن اللي ممكن يتم من خلالها تنفيذ العملية. وبدأ يختار رجال من الضفادع البشرية، وهم 4 من أفضل ضباط السلاح في البحرية. ال4 دول كانوا الرائد خليفة جوتة، ومهمته قيادة عمليات المجموعة، والملازم أول حسني الشركي، والملازم أول محمود سعد، ومهمتهم ضابط العمليات وضابط الصف أحمد المصري، ومهمته مساعد العمليات. ولحد وقت تنفيذ ال4 اللي كانوا مشتركين في العملية ما كانوش يعرفوا هي ايه المهمة. وبدأت العملية، وابتدى نسيم قلب الأسد يجمع معلوماته عن تحركات الحفار ومواعيده. وكانت أهم المعلومة إن الحفار هيوصل لمدينة داكار عاصمة السنغال في 12 فبراير سنة 70. وقتها كان نسيم بيشتري المعدات اللي هيحتاجها من باريس، فبعت رسالة مشفرة للإدارة في مصر إنها تبعت الضباط ال4 فورا. وسافر الضباط الضفادع البشرية على باريس كأنهم عمال بناء ومشروعات هندسية وكباري. وحتى رئيسهم نسيم قلب الأسد لما سافر كان مسافر على إنه مقاول كبير رايح يقدم على مناقصات عادية لمشروعات إنشائية. ومن باريس وصل فريق الضفادع لدكار في انتظار التعليمات من قائدهم، واللي لغى العملية على الآخر بسبب إن السفينة اللي جايبة الحفار رست في حوض البحر قريب من قاعدة عسكرية فرنسية. وانت عارف ان القاعدة العسكرية بتكون تحت حراسة مشددة ومراقبة 24 ساعة.
وبعد ما اتلغت العملية كان لازم يخلقوا أي سبب مقنع للرجوع، فعملوا خناقة في الشركة وصاحب المناقصة واعترضوا على المبلغ المطلوب كمصاريف، وسابوا مكتب المناقصات وكانوا مسافرين على أول طيارة مسافرة إلى مصر. وفي القاهرة وبعد رجوع الفريق اختفت سفينة الحفار جوه المحيط الأطلنطي، وقتها وقفت الأخبار عنها ومحدش بقى عارف هي راسية فين، وده اللي كان مسبب توتر للمجموعة، وعلى رأسهم نسيم قلب الأسد بسبب ضيق الوقت وقدامهم مهمة جدا لازم ينفذوها. وبعد فترة جت معلومات مهمة جدا من عميل أفريقي بيشتغل مع المخابرات المصرية. العميل بلغ بأن السفينة اللي شالها الحفار حصل فيها عطل فني لما كانت في دكار، والعطل ده هيخليها بعد فترة صغيرة تحتاج انها تقف، وان اقرب محطة وقوف ليها هتكون في ابيجان في ساحل العاج. طبعا كانت المعلومة سليمة، ووقف الحفار في ساحل العاج في مارس 1970، وسافر قلب الأسد ورجالته لباريس كالمعتاد ومنها لساحل العاج. لكن المرة دي ما كانوش عمال في شركة تشييد هندسي، كانوا مجموعة مصورين مهتمين بالحياة البرية وتوثيقها. الغريب ان الصدفة لعبت دورها وخدمت الفريق المصري، لان وقتها وصل لأبيجان فريق من رواد الفضاء الامريكي، كان طبيعي وجود عدد كبير من المصورين من كل انحاء العالم. وفي ساحل العاج بدأ الفريق المصري في تنفيذ المهمة من بدري، فبدأ يجمع المعلومات واللي ساعد فيها أفراد سريين بيشتغلوا في السفارة المصرية في ساحل العاج، وبدأوا يدرسوا ويراقبوا طريقة حراسة الحفار، وبناء على كل ده اتحدد وقت التنفيذ. ليلة الأحد 8 مارس سنة 1970 كانت ساعة الصفر. يومها الصبح اتفق نسيم قلب الأسد إنه هيعمل احتفال بعيد جواز 2 من صحابه النرويجيين اللي اتعرف عليهم في الفندق، وراح اشترى 4 صناديق ألعاب نارية، وكلف الصيادين هناك إنهم يضربوا الألعاب النارية ديت بالليل بداية من الساعة 12 احتفالا بالمناسبة. طبعا نسيم قلب الأسد استغل الفرصة ديت واتعرف على الزوجين ويحتفل معاهم بعيد جوازهم في ساحل العاج، واللي راح وعمل دور تحية مصرية على أعلى مستوى. لكن الهدف من الموضوع ده كله هو ضرب ألعاب نارية، هو التغطية على حركة فريقه اللي هيتحرك في نفس اليوم بالليل. وفعلا أول ما دخل الليل وتحرك الفريق المصري بعربية فان صغيرة ومعاهم معدات الغطس و4 ألغام بحرية، وابتدت مع تحركاتهم الصواريخ والألعاب النارية تبدأ تضرب في سماء الفندق، وابتدى الضباط الإسرائيليين اللي على ظهر الحفار يتحركوا في قوارب سريعة جدا خايفين من الأصوات لا يكون حد بيضرب عليهم. وفي نفس اللحظة اللي اتحرك فيها الضباط الإسرائيليين خرج الفريق المصري من الغابة في اتجاه الحفار اللي كان موجود على بعد 400 متر من الشاطئ، وعموا تحته منه بحوالي متر تقريبا بعمق الحفار عشان يثبتوا فيه الألغام في جسم الحفار نفسه. وبعد تثبيت ال4 ألغام خرج رجال الضفادع البشرية من المية بسرعة، وقبل ما الضباط الإسرائيليين يرجعوا كانوا سابوا معداتهم على الشاطئ ومشيوا. والغريب في الموضوع أن بعض الصيادين شافوهم، ولكن خرجوا وهم بيجروا كانوا معتقدين أنهم عفاريت. طبعا الأدوات المصرية اتثابت على الشاطئ عن عمد عشان يبعتوا رسالة بطريقة غير مباشرة للعالم أن المصريين كانوا هنا. وأول ما الصبح شقشق كانت التفجيرات والألغام مسمعة في كل حتة في أبيجان، والحفار متدمر في مكانه ومايل على جنبه، والمياه محوطاه من كل مكان. أما عن مجموعة المصورين فصحيوا في الفندق عادي جدا وخدوا فطارهم، واستغربوا من الأصوات التفجيرات اللي كانت مصحياهم من بدري. وبعد ما راحوا جلسة التصوير بتاعتهم عادي جدا، لكن اللي ما كانش عادي انهم ما رجعوش في الجلسة دي، دول كانوا موجودين في قلب أبيجان. ما بقاش غير نديم قلب الأسد واللي كمل لحد النهاية بأسبوع عشان يطمن ان العملية تمت على أكمل وجه زي ما كان عايز بالظبط، وزي ما الإدارة السياسية في مصر طلبت منه. أما في موقع الحفار فالمهندسين راحوا شافوا الحفار لقيوه مايل على جنب واحد وجواه مياه المحيط الأطلنطي وفي إصابات صعب يتصلح تماما. لكن الصادم انهم لقوا الأدوات اللي سابوها الجهاز مخابرات المصري عن عمد. الأدوات كانت عبارة عن جهاز لاسلكي ولوحين حديد اللي كان متشال عليهم الألغام، و3 نظارات غطس، و6 زعانف غطس بتاعت ال3 رجال، و3 بطاريات كشاف، وتحية مصرية. هتقولي التحية المصرية دي سابوها ازاي؟ هقولك سابوها ازاي. في حقيقة الكشافات اللي اتلاقت هناك في المكان اللي بالمناسبة مش صنعة في مصر كان موجود على بطارياتها من جوه انها صنعة في مصر،
ومحطوط عليها العلم المصري. عايز افكرك ان نسيم قلب الاسد ما كانش سافر مع فريقه لمصر، وانه قعد هناك عشان يطمن ان عملية الحاج اتدمرت تماما، ولكن اللي ما قدرش يقعد ويستنى الصحافة والتلفزيون ويعرف منهم الاخبار، واحد بشخصيته كان صعب يستنى الاخبار وقرر انه يصنع الاخبار بنفسه. نسيم رجع بالعربية الفان للشط من جديد، وطلع فوق تلة عالية جدا، وفضل يصور الحفار او الحاج من كل الزوايا. الفيلم بتاع الكاميرا اللي صور من خلاله الحفار ده سافر لمصر قبل نسيم ما يوصل لمصر، سافر عن طريق عربية قابلته في الطريق المعاكس وهو راجع، وخدت منه الكاميرا بالفيلم بتاعها. وفي نفس الليلة الفجر كان نسيم في القاهرة بيحتفل مع قسم المعلومات في جهاز المخابرات المصري بنجاح أشهر عملية بحرية اتعملت في التاريخ، وهي عملية الحفار بقيادة الضفادع البشرية المصرية. وأفضل ضابط في جهاز المخابرات وقتها هو محمد نسيم الملقب بقلب الأسد. وبكده نكون نهاية حلقتنا النهاردة من حكاية وطن. وحكايتنا النهاردة كنا بنتكلم فيها عن عملية الحفار، أشهر عملية جاسوسية في تاريخ العمليات البحرية اتعملت بقيادات مصرية عن طريق جهاز المخابرات المصري، قيادة أكفأ الضباط في ذلك الوقت ومحمد نسيم قلب الأسد. كان معكم محمد رمضان، واستنونا كل يوم سبت وثلاث في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، وهنستعرض مع بعض حلقات خاصة بالجاسوسية وإنجازات لأبطال مصريين بدمهم وبإنجازاتهم صنعوا تاريخ وطني. تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وكونوا من متابعينا